عارفة ان ناس كتير بقت شايفة ان موضوع شيرين ده دمه تقيل على القلب، وخلاص بقى هي اللي عاملة في نفسها كده، وخلاص بقى هي اللي مهما حسام عمل فيها برضو بترجع له تاني، وقد ايه هو توكسيك وقد ايه هي دمرت نفسها. طبعا جزء كبير اكيد فيه عندكم حق، بس انا برضو بشوف حتة في شيرين كده، حتة مش بس تعلق مرضي، انا بشوف ان شيرين ادمنت حسام. يعني بقت عاملة زي الشخص المدمن على مخدر، حتى لو هو عارف ان هو بيأذيه وعارف ان هو ممكن يتوفى بسببه، وشاف ناس مثلا تعرضت للأذى بسبب علاقات زي دي، ورغم كده المدمن بيفضل متمسك بإدمانه، حتى لو بيشوف أصحابه بيتوفوا جنبه برضه بيتمسك بإدمانه لأنه بيبقى عارف الخطر. فأنا ببقى شايفة إن شيرين وحسام معاها، لأ هو أنا بجد لازم أخرجه من حياتي، بيبقى عندها قناعة كاملة إن هي لازم تخرج الشخص ده من حياتها قد إيه هو مؤذي. بس لما بيبعد عنها بتشعر بالضعف، بيجي لها آلام يعني هي علاقة إدمانية، أنا شايفاها إن هي زي علاقة المدمن بالمخدر بالظبط. وبالذات كمان لو هو مدرك حاجة زي كده، فهو بيلعب على الحتة دي في مشاعرها، بيلعب على حتة إن هو أول ما بيبعد عنها بيبتدي يلعبها من بعيد ويحسسها إن هي حياتها من غيره بتتدمر، بيقدر يسيطر على مخها ويحسسها ان هي من غيره مش هتبقى ولا حاجه. شيرين من الاصوات بجد اللي فوق الرائعه، من اجمل الاصوات. صوتها، مشاعرها، كلامها، كل حاجه بجد بتخش القلب. يعني يا رب يا رب ترجع تاني، يا رب تقف على رجليها. ما اعرفش ازاي البنت دي محتاجه تتعالج، محتاجه تبعد، محتاجه تبعد عن الشخص ده. ما اعرفش بقى حد يتصرف، اهلها يتصرفوا، لازم الشخص ده يبعد عن حياتها، لان الشخص ده عامل بالنسبه لها زي المخدر. المدمن طول ما المخدر قدامه هو ما بيقدرش يبطل، لو بعد عنه ممكن يقدر يبطل ويحاول يبطل. ف يعني اتمنى من ربنا بجد ان هي تبعد عنه، عشان احنا مش حابين ان احنا نخسرها بصراحه. هي جميلة وقلبها جميل وإنسانة طيبة، وما تستحقش اللي عملوا فيها بصراحة حسام حبيب يعني. أعوذ بالله، ربنا يبعد عننا بجد شر الناس اللي من عينته. وليا طلب يا جماعة بجد إنساني عندكم، لو انتوا مش هتدعموها، مش هتقولوا كلمة طيبة في حقها، فما تقولوش كلمة وحشة في حقها. مش عشانها بس، عشان بناتها اللي هما بجد أكيد ما يستاهلوش اللي هو بيحصل لمامتهم ولا بيحصل لهم، لأنهم أكيد بيتأثروا بده. واحنا ربنا خلقنا ناس عندنا إنسانية، عندنا رحمة. آه مهما كان الشخص شفنا غلطاته كتير وبيقع قدامنا كتير، بلاش نقسى عليه. خليها على الأقل يوم فوق، في يوم من الأيام ما تلاقيش الدنيا كلها جاية عليها، ولادها برضو ما يتحملوش حاجة زي كده. فخلوا عندكم إنسانية وخلوا عندكم رحمة ويعني نقول لها كلمة خير، يعني نسكت أحسن، يعني نقف جنبها ونبقى سبورت، ونتعامل بالإنسانية اللي ربنا خلقنا بيها وبالرحمة اللي وضعها في قلوبنا. آه يا أحسن نسكت وما نسقش ليها ولا لولادها.